السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. حي الله متابعيني. والله من فترة ما نزلت أي شيء على اليوتيوب، قلت اليوم خلينا إن شاء الله ننزل مقتطفات اللغة لكم عليها. هذا يوم من أيام كندا. السنو طبعا عاصفة والله، جاي من أمريكا، وشوفت عينكم والله الواحد سايق وعلى مهله. درجة الحرارة -8. الله يخارجنا على قولة القصبي. طبعا ما نظف الطريق ولا سووا أي شيء لأنها توها نازلة يعني. شوفت عينكم من قبل لازم تهدي ولا تروح عليك وزحلطا في نهاية الكامري هذه. شوف الوضع كيف. ترى والله إن نعاني أهل كندا، والله العظيم إن نعاني. شوفت عينكم عاصفة على رياح على كل شيء. الله يكفانا وياكم شر الطريق. ذحين ماشيين بشويش، لازم تكون حذر وتهدي قبل ولا تروح عليك مرة تروح عليك. مع العلم الحمد لله اني مركب يعني طقم واير جدد، فهذا الشيء اللي مهون عليه كثير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شوفوا كيف. عشان كذا اللي معاه دفع رباعي يكون مرة مستانس ومبسوط، يعني هو يكون يعني أفضل من السيارة الدفع الأمامي ولا الدفع الخلفي. هنا مرة نادر في الثلج إنه يطلع يسوق رايحة، لأنه كله خايف. زي ما تعرفون إنه إذا الواحد صدم في الثلج أو بشكل عام، يعني الشخص اللي يصدم في كندا وفي أمريكا يبدأ التأمين يغلى عليه السنة الجاية. هو التأمين هنا سنوي والدفع شهري، فيصير التأمين غالي عليه. فكل واحد يكون حذر، يغير التوايرز الجدد ويسوق على مهله، لأنه عارف أنه بينجلد إذا لا سمح الله صار له حادث ولا شيء. والله يكفانا وياكم إن شاء الله شر الحوادث. احنا نشوف لنا كذا إن شاء الله مكان ونصور لكم الدنيا هذه كيفية. الله وكيلكم، جبال من الثلج، جبال. شوفوا كيف. يا لطيف والله يا لطيف. هذا واحنا تونا في ديسمبر. يلا مان كمان جو اهيد. شوفوا كيف. على مهلك. شوف على طول يعني اي شيء على طول اشتغل التراكشن يعني. as you can see right here. احنا بناخذ يمين من هنا. بسم الله. شوفوا كيف. انا والله صراحة اني اخاف انزل واصور لكم ويطفى الجوال من البرد. زي ما تعرفون يعني حقين ايفون يعرفون ان الايفون على طول يطفى من البرد، عكس الجالكسي صراحة. وهذه نقطة محسوبة للجالكسي. طيب شوف الاول ويل درايف. شوف ما شاء الله الدبل تايرز ماشي ولا هو مفكر، ما هو زي يدي على قلبي والله.
يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يكفانا الشر، الله يكفانا الشر. والله اني بالعادة ما اطلع وقت ما ينزل السنو، ولكن اليوم كذا طفشت، قلت يا ولد خلنا اصور الشباب اللي عندي المتابعين، خلنا نطلع ناخذ لنا كذا فرة خفافة كذا سريعة. يلا امشي 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 امشي، حتى هو مسكين ناشب بعمره. طيب هنا ان شاء الله بنوقف شويتين باذن الله. انا في وجه الله، هذا من فين جاني؟ اكحت اكحت، روح. بس انه انظف الدنيا صراحة، يعطيه العافية. طيب راح نوقف هنا بحكم الطريق اللي هناك كان في construction. بس وش is good وش is good. هذا الوضع، شوفت عينكم يا لطيف، شوف كيف. والله حقين السيارات المفاقيس هذه انهم يتعبون، اولهم انا. والله اننا نتعب في السنو، لكن لازم الواحد يغير له كفرات جدد وتزين اموره. برد، الله يستر لا يطفى الجوال. والله العظيم ما قدرت من البرد. طبعا الموية اللي في لا اله الا الله، الموية اللي تنحط في موية المساحات لازم تكون موية مخصصة، -30 وسالب 20. لو انها موية ما مخصصة على طول الموية تجمد داخل السيارة. عامي لايك انه داخل شو يسمونها، الماسورات، المواسير. ايوه هذا يمشي عشان ذولي غشمان، لو تبش عليه على طول مسك فرامل وصدم الدنيا. طبعا هذا الشارع اللي انا فيه هو شارع مرة مشهور في كندا، كلها يعرفونه، وبالتحديد في مدينة اوتاوا، اسمه بانك ستريت. شارع مرة مشهور. ايش عندك تكبس يا اخوي؟ اهدى. شوف كيف الدنيا، والله معفوصين يا ناس، معفوصين. طبعا السيتي لين ذحين ما نظفت، والسبب انهم ينتظرون شوي ينزل الثلج اكثر وينظفون يعني one more time. ما يبون يدفعون فلوس كثيرة، فيقول لك ادفع مرة واحدة. وهذا اللي تشوفونه هذا برايفت، يعني ما هو من تبع البلدية، يعني يروح ينظف لك عند البيت، ينظف لك في حارتك عند الجراج حقك، بس ما ينظف في الشارع. شوف كيف الوضع. يا الله يا رب يا كريم، الله يكفانا الشر. يعني تبون الصدق، يعني أي غلطة واحدة لك محسوبة عليك، حتى في تهدئة الفرامل. إذا مسكت بقوة على طول يطقطق ABS، ويوم يطقطق ABS السيارة ما عاد تمسك، تاخذ لها فترة لين ما تهدي تمسك.
لازم اللي يسوق في السنو يسوق برواقة كذا، مرة يكون مروق، لأنك تكون مستعجل تجيب العيد، تسرع تجيب العيد. شوفوا كيف الوضع. بعض الأحيان إذا الفرامل ما عاد تمسك، ما عاد معك يا مدير إلا تقلبها هاج، ولا تمسك فرامل يد تركد السيارة، يعني بعد مشيئة الله أنه ما عاد تصدم. يمين يا مدير، احنا نبي الهاي واي. لطيف والله. هذه هي الهجات ذي، هذه هنا الهجات. شوف تراكشن، يعني كأنك في طعوس، كأنك كذا في الثمام الطعس. على فكرة الشاب الكندي يموت في الثلج، يعشق شيء اسمه سنو، خصوصا هذه الأيام مع الكريسماس. فهم عندهم كذا معتقد انه الثلج شيء كويس مع الكريسماس، مع العيد حقهم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. احنا بالهاي واي 417 ان شاء الله انهم يكونوا نظفوه، او بالعادة هم صراحة الهاي واي ينظفوها، يعني يسحبون على داخل المدينة وينظفون الهاي واي، عشان فيه تريلات وفيه سيارات كثيرة تمشي فيه. يلا هيك الشر ذي طمستنا ذي. شوفوا كيف منظف، شوفوا كيف البقايا التنظيف تجي على اليمين، لأن التراك يوم ينظف يطلع الباقي على اليمين. وهذا اللي قدامي شكله بيمشي زي البطة وأنا ماني فايق له. الهاي واي مفروض تدخل بسرعة. شوفوا كيف معاناة والله. تروني مرة متوتر، يعني هذه معاناة. الواحد ما يبي يدعم أحد ولا بي هو يدعم براسه. إذا أنت بتمشي بشويش خليك يمين وأهدى. شوف الباص ورايا. شوف المايكر ذا. لا صراحة اليوم عاصفة قوية، يعني مرة قوية. أنا يعني قاعدين يحذرون لها من يومين، جاية من أمريكا هي. أنا باخذ يمين من هنا. ناخذ يمين، رجلك على البريك يا خوي لا تهج. شوفوا كيف هذه المختلة، هذه هنا الغدرة. اللفات دائما هي الغدرة. طبعا زي ما تعرفون انتو الفيوجن ما فيها 1 2 3، فيها زي الطفاية كذا، زي اللي في السطحات في السعودية اللي تضغطها حقة النزول. دقيقة خلني بضغطها. هذه شوفوا لو تشوفونها هذه تضغطها شوية ما تخلي السيارة تبدل النمر. ايوه شوفوا هذيك اللي في الإشارة اللي تنظف السنو. ذولي كلهم داخلين في خطي.
شوفوها اللي هناك. شوفوها. الله يعينهم الهوملس، والله مع ذا البرد وقاعد الله ليبلانا. الحمد لله على نعمة الإسلام والمسلمين يا جماعة الخير، والله إن احنا في نعمة. شوف كيف الدنيا. إلى هنا نقول لكم انتهى فلوقنا. فلوق بسيط صغير لطيف خفيف يحكي لكم معنا. إن شاء الله نشوفكم في شيء أحلى وأجمل بإذن الله. استودعناكم الله.